عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما أقول للناس إذا تسبحت بالموية الحارة بتطبخ غلط. طيب نسبح موية باردة ثلج غلط. طيب وش الحل؟ انتظر أجوبتكم وبجاوبكم بعد شوي إن شاء الله. لا، كلكم لا. أغلب الناس جاوب قال معتدلة، تكون لا حارة ولا باردة. لا حارة ولا باردة حلوة يعني تمشي، لكن الصح وش الطريقة الصحيحة اللي تحافظ على الجسم، تقويه وتحميه وبارد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس ترتاح بالحار وفي ناس ترتاح بالماء البارد، وكلهم صح، بس في طريقة معينة، تدريج أو طريقة مرتبة عشان تحمي جسمك، تحمي صحتك، تحمي عظامك، تحمي كتافك وشعرك ووجهك وصحتك كاملة. لو بغيت تاخذ شاور، أول شيء افتح الماء الدافي حار، المهم انه درجة دفء تحبها وتنبسط عليها. خل جسمك يتأقلم مع الموية. طبعا هذا خاصة بالناس اللي مساكين دايم بارد، دايم بارد نتشاد، واللي دايم حار دايم مرتخي جسمك، فالاثنين غلط. خذ دافي تأقلم مع الماء، بعدين ارفع الحرارة، خلي أكثر حرارة تقدر تتحملها أنت أو تنبسط عليها، خل جسمك يسترخي. طبعا على حسب وقتك، مستعجل بتاخذ دافي بارد على طول أو فاتر، لكن الشاور العادي تاخذ دافي حار، تروق لين يرتاح جسمك. ودائما حطوا كرسي في الحمام يرحم أمك، أو اجلسوا في الأرض أو اجلسوا، المهم أنك اجلس، لا توقف تحت الدش، خلي المويه تصب عليك، كن جالس روق، اجلس، خلي المويه تجي عليك حارة لين يرتاح جسمك، يسترخي أعصابك، هدوء يصير في جسمك. بعدين فاتر، بعدين بارد. البرودة يمكن الفاتر، بعض الناس اللي متعود على الحار الفاتر عنده بارد، فتاخذ الفاتر يكفيك درجة برودة شوي. طبعا السباحة كل يوم مهمة جدا، مرة مرتين ثلاثة اللي تقدر، مرة واحدة تكفي، مرة كل يومين حسب الحاجة. طبعا كل ما قربت للمويه بالطريقة بسريع، ما تستعجل يعني أفضل. طول مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، تكون مسترخي مرة بمويه حارة، يا سلام. مو بكل يوم سباحة طويلة وسباحتين ثلاثة طويلة، لا، السباحة العادية بالدقائق يعني، مو كثيرة، 5 دقائق انكثرت 10. قلنا حار أو دافي، بعدين حار يرتخي جسمك، بعدين فاتر، بعدين برد. البرودة اللي تتحملها، يمكن درجة البرودة الأولى بالنسبة لك راعي الحار بارد، خلاص تدرج كل يوم دافي حار برد، دافي حار برد، لين توصل المرحلة أنك تأخذ الدافي والحار وتحول للبارد عادي وتشد جسمك. احرصوا على أهل الحار بس يصير جسمك مرتخي، تساقط في الشعر، تعب في البشرة، يرتخي الجسم نفسه، المعدة والقولون وجسمك وهضمك يتعب، يجيك كسل وخمول، هذا اللي كان دائم حار. والبارد عكس، دائم شاد، دائم جسمك مشدود ويتعبك، وعضلاتك برضو هذيك تتعب جسمك بالدفاء، يرتخي الجسم، والبارد يتعب الجسم، يشد الجسم بزيادة. لذلك دائما الأمور الوسط حلوة، فتأخذ وش دافي بعدين بارد. أحيانا جالس ولا في حياتك دائما يوميا ما تسبح ذاك اليوم، جيب موية وثلج انقع رجولك فيها، الدم كذا يفر في جسمك كله، تنشط. طيب والله ما بيحط رجولي، امسك الثلج بيدك، جيب الثلج امسكه بكف يدك كذا، يعطيك راحة واسترخاء وراحة للجسم، وشيء غريب سبحان الله. طيب كذلك المويه، طبعا هذا أتكلم عن المويه الباردة بالنسبة لنشاط الجسم. في ناس يسألني سؤال، يقول أنا دخلت النادي، من اليوم دخل النادي، وش عندك؟ والله عندي اليوم أول مرة أجي، وفجأة اللهم صل على النبي، على طول. طبعا أخطاء الناس اللي يروحون للنادي أن أول مرة يدخل على طول قال له المدرب طب مويه حارة نار، ثم اطلع منها وطب في باردة ثلج، هو ما قد جرب ذا الحركة في حياته، وفجأة يطب بعد، مو بتدريجي، هذا الخطر. دائم أي شيء درجه تدريج، حتى لو قال لك المدرب ما عليك منه. عود جسمك أول شيء حار شوي، جسمك كله طب في المويه الدافئة أو الحارة، بعدين اطلع منها شوي شوي، وحط رجلك أو جسمك شوي شوي بالباردة. عود، لا تسوي صدمات قوية، ممكن تسويها مرة واحدة تضرك بشيء ما تحسب حسابه، تشد عضلة، يجيك بلا، يجيك شيء، في أمور كثيرة محذرين منها
إن الواحد ما يغامر المغامرات ذي. أي شيء يسوي صدمة في الجسم أغلبها خطر، فلازم نحذر منها. في ناس يتهاون فيها ويحسبها أنها صح، لا ما هي صح. مثل طلوع الدرج ونزوله، عنده تعب في ظهره ولا سليم بس جسمه ضعيف، مو بقوي يعني، مو برياضي، مو بلياقة، يرقى الدرج وينزل، يرقى اوه ايش فيه، والله هذه رياضة. أنا شو جاك فتق ولا جاك بلا في بطنك ولا في ظهرك ولا في فقرتك، قعدت سنين تعالج فيها ما طابت. دائما البوية الباردة فيها حلوة ممتازة جدا. طلع القمر، يا مرحبا. طيب أعرف يشبهني، أوكي. مو بأنا أشبه، هو يشبهني بعد. الله يحفظك. طيب الموية الباردة، أحذف المقطع ذا؟ لا، كمل. الموية الباردة حاول لو ما أنت براعي موية باردة، افتح الدش على البارد، الدع جسمك دقيقة دقيقتين كذا، 10 ثواني 15 ثانية، ووخر تدريج، 20 ثانية 30 ثانية، من بكرة نص دقيقة، بعدها دقيقة، يعني أكثر شيء عشان تأخذ ردة فعل الماء البارد المفيدة 3 دقائق تكفيك في اليوم، دقيقتين في اليوم. ادخل تحت الدش، خليه يجي على جسمك يبرد، تحس كذا شيء الله أكبر. سوها كل يوم دقيقة دقيقتين، لا تتعدى، كل يوم مرة يوم، 3 مرات في الأسبوع. هذه بالنسبة للذعة الموية الباردة. لكن مثل ما قلنا تدريجي. أخطر شيء اللي يجي يقعد له 5 دقائق تحت الباردة ولا يطب في ثلج فجأة، وهو عمره أصلا طول عمره يتسبح موية حارة. ترى خطر خطر خطر. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أخطر شيء إنك تطب شيء فجأة، صدمة. والعكس صحيح، اللي راعي الباردة فجأة يدخل على موية حارة على طول، تعود جسمه على البارد فجأة على الحار. كل شيء تدريجي، دافي بعدين سخن الحرارة اللي تتحملها، فاتر بعدين برد البرودة اللي تتحملها. صرت تتعود كل يوم، لما يصير جسمك تأقلم خلاص انت انبسطت. اول شيء حليت مشكلة ان ما في راعي الحار عرف يدخل في البارد، وراعي البارد عرف يدخل بالحار. لما تحل المشكلة دي، الحار يخلي جسمك مسترخي وترتاح أعصابك وعصبيتك وتعبك وشد جسمك، والبارد يشدك ويقويك يخليك جاهز. طيب بعد الشاور وش نسوي؟ تتنشف كويس، يرحم أمكم تنشفوا كويس، لازم تتنشف كويس. في ناس كثير يطلع لو هوا مروحة. شوفوا احنا في الصيف شهر 7 شهر 8 وعز الحر، لو تروشت وطلعت في هوا حتى لو هوا الواهي اللي احنا نسميه في عز الظهر، دام هوا هذا اسمه براد، يدخل في الجسم، يدخل في راسك، يدخل في بطنك، يدخل في ظهرك، يتعبك. فانتبهوا من ذا الحرارة، انتبهوا من ذا الهوا اللي يدخل. تنشف كويس، تنشفت اطلع وانت متلفلف. لا تعرضون اجسامكم دائما للهواء حتى لو جسمك ناشف، يعني حتى في جلوسنا لو في هواء قوي ولا لفحة هواء في المكان المكشوف برضو لازم تغطي. بس الحين هذا هواء راكد طبعا ما في هواء، فاحرصوا عليها دائما ان تحذر من الهواء. في ناس يعني ما يدري، حتى شباك السيارة لما تكون رطب ولا معرق، ولا فاتح شباك السيارة مبسوط، لا المكيف حق السيارة يضرب على جسمك وانت معرق ولا في رطوبة في جسمك. ولا نعيد ونكرر، لأن كثير من الناس للأسف ياخذ معلومات يعني يختار المعلومة اللي بكيفه كذا. أنت قلت كذا، لا أنا قلت تروش مويه دافئة بعدين بردها. تكلم عربي، ماء دافي حار، أول شيء دافي أو فاتر، بعدين دافي بعدين حار. والكرسي اللي في الحمام لا ننساه، كرسي خشب، كرسي حديد، كرسي بلاستيك، المهم دائما في الدش اجلسوا، خلي المويه تصب عليك، روق، خذ لك دقيقة دقيقة ونص تكفي ماء حار، دقيقتين روقت فاتر وانت في الكرسي، ثم برده. درجة البرودة بالنسبة لك الدرجة اللي توصلها باردة وقف عليها المرة الأولى، بكرة بعدها شوي شوي بتعود، حار مرة بعدين بارد مرة، بتشوف فرق ما تتخيل في تفكيرك وفي راحتك في عظامك مفاصلك في كل شيء، خاصة في البرد. الناس تعاني من البرد، الدافي ذا يفيدك جدا لأنه يطلع البراد اللي في جسمك. والتنشيف اللي بعد الشاور قلناه هذه أهم حاجة. ليش اللاعبين اللي طاح قاموا جابوا ثلج على رجله في الإصابة؟ لما يحط الثلج ينبه الأعصاب والإشارات العصبية في الجسم كذا، نحتاج دم هنا، ساعدنا يا جسم. إشارة تروح للقلب للمخ أن العضو هذا بارد، فيقوم مجرد ما تثير الثلج على طول يجيه دم، يضخ له دم، فيما يضخ الدم يرتاح الألم ويرتاح الوجع اللي في اللاعب نفسه.
عشان كذا اما ثلجه بيدك تحط رجولك في الثلج، تتسبح بارد بعد التدريج اللي قلناه هذا، تسبح في الشاور. اما بالنسبه في البيت انت قاعد الحين مثلا وحاسب تعب وخمول في جسمك ولا حاسب كذا الام، جيب ثلجه بس حطها بيدك كذا، امسكها ثم حطها هنا. في ناس كثير تسويها على الفطره وهو ما يدري، واحيانا تسويها من الفريزر، تاخذ انت تلعب او اطفال يلعبون وانت ما تدري انها على الفطره، فتجيك سبحان الله فائده الله اكبر. دائما اي مجهود بعد المجهود ذا، رياضه، نادي، كوره، للاسف يعني كوره تتعب على الفاضي. المهم اي جهد، تنظيف بيت، اي جهد بذلته بعد المجهود ذا لما تجي تاخذ شاور تاخذ مويه دافيه شوي، ما تطول يعني نص دقيقه تاقلم الجسم مع المويه، ادخل على الفاتره على البارد على طول، طول في البارد شوي، حاول قد ما تقدر تطول في البارد عشان يعوض ويحمي ويريح من الاوجاع او من الثقل اللي جاك من اول والجهد اللي حصل لك. اذا كان عندك اوجاع عندك شيء، جيب مويه فاتره حط رجولك فيها دافيه فاتره، بعدين حط ثلج شوي شوي، لما تصير بارده البروده اللي تتحملها وشد عليها، زد عليها ثلج شوي وخلي رجلك ناقعه. طبعا تقدر تنقع رجلك الى مده 10 دقائق مو مشكله في النقع، بس بتشوف فرق الله اكبر وراحه ما تتخيلها سبحان الله. اهم الاوقات للسباحه طبعا قبل النوم، فاتر بارد شوي، دافي ثم بارد شوي، لو رشه رويشه بسيطه بس. الماء سبحان الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، سبحان الله. رشه كذا وبارد لذعه بس، متنشف روح لفراشك وانت بالمكيف لا يكون عليكم. كثير ناس يشغل المروحه اللي في السقف، هذه خطر، اللي في النص لا زالوا الان مروحه او مكيف ينفخ عليك على مكانك برضو خطر. بتشغل مكيف شغل بالتبريد اللي ما يكون قوي، طبعا كل ما قل التبريد كل ما صار افضل لو سمحتوا، يعني 26 25 احسن من اذا مره لا تنزل عن 23. نبغى براد، احنا ما نبغى ثلج وامراض في الهواء مش في السباحه. طيب شغلت المكيف، الهواء لا يكون عليك بعيد عنك، ولو يطفي ويشتغل بعد احسن اللي في فصله. تنام نومه الله اكبر، وعود جسمك كذا، تعود على المكيف الثلاجه. في ناس يحط المكيف 16 ويقفل الغرفه كلها ويتغطى ببطانيه. وش تبغى بالضبط؟ ابي اعرف وش المطلوب، وش تبي؟ لا انت اللي شغلت مكيف تبريد ونمت عادي او نمت بدون بطانيه، ليش ما اخذ البطانيه اصلا في عز الصيف؟ بعدين لا دخلهم البراد وتعبوا وقالوا ليش مرضنا لان كنت مشغل مكيف بارد ثلج وخليته يضرب على جسمك وعساك تلبس. بعض الناس لبسه خفيف ولا ما يلبس اصلا، ملابس خفيفه او يعني لبس لا يذكر، وهذا من اخطر شيء ان المكيف لو انه هواء عادي يضرك، ما بالك عاد هواء بارد وفي الصيف بعد عكس الجو. يا الله، دايم جيبوا الثلج، لو ثلجه واحده وفركها على الوجه خاصه تحت العيون، انا توني بادي فيها قريب ان شاء الله. تحت العيون، البشره، شد الجلد، اغسل وجهك دايم ماء بارد يشد البشره يحافظ عليها، المناطق ذي يضخ الدم لها تحت العيون. اللهم صل على النبي، لها دور كبير في هذا الشيء. هذا بعد من الملاحظات المهمة. دائما تبغى صحتك تصير كويسة ممتازة، يعني خلك دائما مع الوضوء صادق الوضوء، توض 5 6 10 مرات في اليوم، كل ما بطل وضوءك توضأ، والوضوء يكون ماء بارد ما يتوضأ. أخطر شيء خاصة في الشتاء اللي توضؤون بالماء الحار، يا فاتر يا بارد، لا عمرك توضأ بماء حارة أبدا، تعدم الجلد وتمرض وجسمك يضعف. الوضوء وضوء الصلاة، حتى وضوء الغسيل، في ناس يا فاتر يا بارد، لا عمرك في وضوءك في الحمام الإخراج والتبول انك تحط مويه حارة، انتبه، أعدمت الجسم قوة، رخته ترخي. يا فاتر يا بارد، لا تجد دافي أبد إلا في بعض الحالات، والله عندك امساك مثلا تبي تريح المنطقة شوي، أوكي دافي شوي. لذلك أنا من الناس اللي أحفز أصلا أن دائما لي الحمام أو خرطوش الحمام يكون فيه ما يكون بزبوز عادي إنه تفتح ويطلع مويه وبس، حارة باردة ما تفرق، لا، إنه يصير فيه السخان إنك تحط حار وتقدر تحطه بارد، لأنه حتى يساعد في الإخراج ويساعد في التبول. الله يكرمكم لما تحطه دافي يرتاح المنطقة الأسفل بطنك ترتاح وتخرج أحسن.
لما تخلص وتبغى تشد المنطقة تبغى تروح تبرد المويه تخليها باردة على المنطقة. طبعا مفيدة للرجال ومفيدة للنساء ومفيدة للأطفال ومفيدة لكلش. إن الحار له وقت والبارد له وقت يشد الجسم.